اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي في الدنيا؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وصحه وسعاده وسلام. اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. اي حاجه بنعملها بالله عليكم زودوا المشاهدات شويه. عايزه اكبر بيكم وليكم واكون معاكم ونكون عيله كبيره. مشاهدات كده يعني. الله المستعان. رحنا جبنا طحينه، برطمان طحينه كده صغنن. قلنا نجيب اصغر واحد طلع ايه ب25، لقيته صغنن خالص وب25 جنيه. قلت حول ولا قوه الا بالله، قلت لازم اعملها. جبت كوبايه سمسم، كوبايه دقيق، كوبايه زيت، كوبايه سوداني. بس احنا ما خدناش السوداني كله. الزيت فاضل حاجه بسيطه منه، يعني فوق ال3/4 شويه، فاضل من حاجه بسيطه. والسوداني خدني ايه نصه كده. اول حاجه جبت السمسم وشفت لو نقيته، لو شفت اي حاجه حشتها. طبعا لازم يتنقى كويس، وعشان احوش الرطوبه منه حطيته على البوتاجاز، سخنته على طول، ما حمرتوشي، سخنته بس. وجبت السوداني برضو كده كده كان فايض عندي، قشرته، كان بتاع العيد وقشرته اهو متحمص اهو. بس برضو ايه، قلت اما احوش ايه الرطوبه منه، اسخنه بس مش اكتر، مش بحمر. الدقيق نفس الكلام. كوبايه دقيق، يعني كوبايه السمسم لها كوبايه دقيق ولها كوبايه زيت. يبقى سخنا الدقيق على طول وركناه في جنبه، سخنا السمسم وسخنا الايه السوداني ده اختياري، ممكن ما تاخدوش خالص فمش مشكله. طحنت كله في الكبه، السمسم بعدين السوداني، ونزلت بقى كل المكونات اهوت كله في الخلاط. السوداني مع السمسم احطه في الخلاط وانزل بالزيت شويه بشويه، وبعد كده انزل بالدقيق. بس اما اخلط ده مع الزيت انزل بالدقيق. ودي احلى واوفر واجمل طحينه ما شاء الله. احلى من اللي بتجيبها من بره، واضمن وانضف. في ناس بتعملها بالعيش، في ناس، في حاجات كتير. كل واحد بقى والطريقه بتاعته. انا عملتها قبل كده بس ما كنتش حاطه عليها سوداني، فانا قلت ايه ما اجرب بالسوداني. سمعت ان بالسوداني بيكترها وبخليها حلوه وريحتها حلوه وطعمها اجمل. حطيت سوداني. طبعا ما فيش غنى عنها لاي حاجه، في الجبنه القديمه، في الفول، اي حاجه بتحب ايه الطحينه جنبها. لو حواوشي بنعمل سلطه طحينه، السمك بيحتاج طحينه، حاجات كتير قوي بتحتاج طحينه. فمفيش بيت بيخلق ايه من الطحينه. ان كوبايه السمسم مع كوبايه الدقيق ما شاء الله عملوا لنا يجي ايه، يعني البرطمان ده بياخد كيلو. انا لو كنت وزنتها كانت كيلو. هي حمرا من السوداني، هو جاي 3/4 البرطمان، بما ان الطحينه تقيله فهي هتجيب كيلو. خليها 3/4 كيلو، مش هنقول ايه كيلو كامل، مكامل لوجه الله. هي تحس انها خفيفه، بس بنحطها في انا سبتها، كانت سخنه في الوقت ده، سبتها بردت خالص. يعني بغض النظر عن الكيس اللي هو بتاع الدقيق اللي ورا ده، مش شايفينه، اعملوا اكنكم مش شايفينه. كنت واخده منه الدقيق وسبته. المهم سبتها ساعتين بره، وحطيت ما بردت خالص، حطيتها في التلاجة. تاني يوم ما شفتها في اول فيديو كده لقيتها تقلت ما شاء الله، جميله جميله واوفر واحلى من بره. العيال كانوا عايزين يدوم، بيقولوا هات مندوق. ده هو جميله ما شاء الله. ده البرطمان اللي لقيته عندي قمت انا حاطه فيه. والله جربوها جميله جدا. واوفر وانضف، اهم حاجه انضف من بره واوفر من بره. اهو ما شاء الله تقلت اهي ما شاء الله، جميله جميله، احلى من بره بكتير. عجبكم الفيديو؟ لو هنا هحط لايك واشتراك في القناه، يا اهلا في الدنيا. مع السلامه.